وفاة الفنانة الشابة التونسية إيناس النجار، هذا وقد سيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رحلت عن عالمنا الفنانة الشابة التونسية إيناس النجار. وأعلنت الفنانة هايدي سليم خبر وفاة الفنانة إيناس النجار، وكتبت هايدي عبر حسابها بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، إيناس النجار في ذمة الله. وتدهورت حالة الفنانة التونسية فجأة دون سابق إنذار، بالرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي وتقضي أيام رمضان برفقة شقيقتها صوار النجار وبعض صديقاتها بالقاهرة، حيث دخلت في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجة لانفجار المرارة، وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى وافتها المنية اليوم. إيناس النجار ممثلة تونسية ولدت في مدينة صفاقس، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في فيديو كليب للفنان بهاء سلطان، قبل أن يكتشفها المخرج محمد النجار الذي رشحها لأول أدوارها السينمائية في فيلم ميدو مشاكل. وتعاونت مع محمد النجار في عدة أعمال، منها بحبك وأنا كمان وعلي سبايسي، وهو من أطلق عليها اسمها الفني إيناس النجار. وقدمت الفنانة إيناس النجار أدوارا مميزة في أفلام مثل كركر وأحاسيس وعزبة آدم. أما على مستوى الدراما فشاركت في مسلسلات منها يتربى في عزه وعلي مبارك. وأحدث أعمال إيناس النجار وآخر ظهور فني للفنانة إيناس النجار كان من خلال مسلسل الحلنجي الذي يقوم ببطولتها الفنان محمد رجب، ويعرض ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان لعام 2025. رحم الله الفنانة واسكنها فسيح جناته.